عادة تدوين اليوميات. من بين أول وأسهل تغييرات ممكن نعملها هي كتابة المذكرات الشخصية. إيه هي مميزات كتابة مذكراتك؟ أولاً، هي فرصة تعبر بحرية عن أعمق مشاعرك من غير ترقب ولا قلق من رد فعل الشخص التاني، لأنه ممكن اللي يسمعك يتضايق أو يستغرب كلامك أو حتى ما يهتمش، لكنك على الورق هتكون حر تكتب اللي انت عايزه. ثانياً، بتتكلم بحرية وتفرغ الشحنات السلبية، فتقدر تفكر بهدوء وعمق في كل مواقف حياتك. كمان كتابة اليوميات بتساعد على تنظيف نفوسنا من الذكريات القاسية والمؤلمة، وبتساعدنا إننا نكتسب وعي ذاتي، لأننا لما بنتواصل مع الأجزاء الصعبة والمؤلمة في عواطفنا وذاكرتنا بنكون أقوى وأكثر وعي، وبنبقى قادرين على التطوير والنمو الشخصي. كمان بتساعدنا إننا نصنف المشكلات وتخلينا نشوف الأمور بوضوح أكتر، ونستوعب أفكار الطرف التاني حتى لو مش متفقين معاه. في دراسة سنة 2008 وجدوا إن اللي بيتلقوا علاج نفسي قلت عندهم أعراض الاكتئاب والقلق لما بدأوا يكتبوا مشاعرهم بشكل كامل على الورق، أكتر من غيرهم اللي طلبوا منهم إنهم يكتبوا في موضوعات غير متعلقة بمشاعرهم. المكاشفة العاطفية اللي بتتحقق لنا من خلال الكتابة على الورق بتريح الأعصاب وبتفرغ شحنات الحزن والضيق والقلق. وعادة التدوين بتساعد على السيطرة على التوتر وبترفع معدلات السعادة والتنفيس عن المشاعر. وكمان التخلص من المشاعر السلبية بكتابتها بيسمح لنا بتقدير الحاجات الحلوة فينا وفي حياتنا، وإننا نقدر نحسن مزاجنا لأنها بتفرغ مساحة للأفكار الإيجابية جوانا. طيب إيه هي خطوات صناعة العادة دي؟ أولاً، احتفظ بمفكرة يومية عشان تدون فيها، أو اكتب في فايل في موبايلك أو على اللابتوب، أي حاجة الأريح لك والأقرب لقلبك، لأنها طريقة علاجية للتواصل بعمق مع أفكارك ومشاعرك وتجاربك ومعتقداتك، فلازم تكون بالشكل اللي يريحك وبالأسلوب اللي تقدر تواظب عليه. إلزم نفسك في البداية إنك تكتب 10 دقايق أو ربع ساعة بس عشان تتعود على الكتابة، ولما هتنتظم فيها هتلاقي مشاعرك وأفكارك بتتدفق بحرية وبسهولة، وتكون قادر إن أنت تكررها باستمرار وأنت حابب اللي بتعمله. سيب أفكارك تعبر عن نفسها بدون ترتيب ولا تتحكم فيها. مفيش طريقة صح ومفيش طريقة غلط، أي حاجة هتعبر بيها عن نفسك وعن ذاتك، وأي كلام هيخرج على الورق يبقى هي. مفيش قواعد، مفيش تدقيق لغوي، مفيش موانع ولا خجل، اكتب اللي انت عايزه تماما. اختار كمان الموضوع، لو مفيش موضوع حاضر في ذهنك اكتب اللي انت حاسس بيه في اللحظة دي. فكر في شغلك وفي علاقاتك وفي أحلامك وفي مخاوفك، وسيب الطفل اللي جواك يتكلم بحرية تماما. كمان مهم جدا تحافظ على خصوصيتك. احمي الأوراق اللي بتكتبها إنها تكون في درج مقفول أو في خزنة، وكمان حط باسورد على الملفات اللي بتكتب فيها مذكراتك. انت ممكن تكون بتخاف تكتب مذكراتك بسبب تجربة سابقة، حد شاف اللي كتبته، أو حصلت لك مشكلة مع حد، أو حد من إخواتك أو أصحابك شافها وحصل لك إحراج أو مشكلة. انسى التجربة القديمة وحافظ على خصوصيتك وأمن مذكراتك وعبر عن نفسك بحرية. ودلوقتي هتكون معانا أول وأسهل عادة نكتسبها ونتدرب عليها في كل يوم لحد ما تبقى جزء من روتين حياتنا.